المرض الخطير هو اليأس. ما تسيبش نفسك لأفكارك. انت يمكن دلوقتي تكون زهقان او يائس او حاسس بيأس شوية، بس عايزة افكركم ان اليأس اقترب من الكفر. الانسان اليائس لا يعلم الله. الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الانسان اليأس والقنوط ده مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، وافتكر ان اليأس فعلا بيقترب من الكفر. سيدنا يونس عليه السلام وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. 3 ظلمات، يعني نيجي نفكر كده فيها مستحيل يكون في نجاة، مستحيل. 3 ظلمات يعني مستحيل يكون في نجاة. ولكن فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. والفاء تفيد السرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من الغم، مش من أي من الظلمات الثلاث، مش من البحر، مش من بطن الحوت، مش من الليل، من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. كيف ننجي المؤمنين؟ بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا ضاقت عليك الحيل واختلفت عليك السبل وأظلم الجو في عينيك، فاهتف قائلا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. قصة رائعة. يعني سبل النجاة فيها صفر، مستحيل يا جماعة، مفيش أي طريق من النجاة. ولكن سيدنا يونس لجأ لربنا سبحانه وتعالى، وده بيديك امل ان دايما في فرصه. دايما في فرصه وفي امل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفرح جدا بالانسان العاصي لما بيرجع له وبيتوب له، ربنا بيفرح بيه. ربنا هيفرح بيك، بس ارجع له بس. وافتكر دايما ان في فرصه انك تبدا من جديد. انت كل اللي انت محتاجه انك تبدا بس من جديد. افتكر ان في فرصه، بس تقدم بس وغير من نفسك الاول. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. غير بس من نفسك الاول وابدا. كل ما تحس بيأس فعلا، قل لقلبك: لربما بعد الظلمة نور، وبعد الضيق اتساع، وبعد العسر يسر. إن ربك لطيف خبير. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا وخبير بينا. ما تيأسش أبدا. خلي عندك روح عالية جدا، اللي هو مهما كان اللي قدامي أنا عمري ما هيأس، وهتشجع فعلا. وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. مفيش ملجأ إلا لربنا سبحانه وتعالى. تقرب منه فعلا والجأ ليه، وردد دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا مش عايز حاجة ليا يا رب، هو لا تكلني لنفسي طرفة عين. ما تخلينيش ألجأ لنفسي في أي حاجة ولو بمقدار طرفة العين. أنا مش عايزة ألجأ لنفسي. الجأ لربنا دايما سبحانه وتعالى.